And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط كواي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهاردة مع بعض. الجزء التاني بيبدأ لما بيقول لها جيانج حسنا سأخذك للمنزل أولا، وياخد جو يمشوا، ومس بتبص عليهم وتروح تاخد شنطتها وتقول حسنا يبدو أنني أخفقت، أنا حقا مجنونة، ماذا علي أن أفعل الآن مع يو؟ ولسه هتمشي يجي المساعد ويقول لها أنسة ميس انتظري، يرجى أن تبكي، السيد جيانج أخبرني أن لديه ما يريد إخبارك به. وتستغرب ميس جدا، ويظهر جيانج وهو ماشي وتجري تمسكه جو، فبيبعد ايده عنها ويقول لها جو فيفي ألا تعلمي أنني لا أحب أن تلمسني أي امرأة؟ فبتقول له جيانج أنا حقا أحبك، لذلك لن أتراجع، لكننا سنتزوج قريبا على أي حال، أليس كذلك؟ فيبص لها جيانج ويسكت ويسيبها ويمشي، وتبص له وتحزن جدا. وفي البيت تكون ميس اللي أخدت راحتها جدا وأخدت شاور وخارجة، وتقف قصاد المراية تنشف شعرها وتقول إن ده شيء غريب جدا، هل معنى دوت إن جيانج هيبقيني في مكان آمن ولا لأ؟ وهل وافق على شروطي حتى ولا لأ؟ ويدخل عليها جيانج هنا وتكون لسه هتطلع وتتخبط فيه، وتتفاجئ ويقول لها لماذا أنت في غرفتي؟ هل أنت متحمسة جدا للدخول إليها من أول لحظة؟ ويمشي وهي مكسوفة جدا، وتطلع تقعد على السرير وتقول جيانج إنه شاب وسيم جدا، لكن كيف أصبحت في غرفته وعلى سريره الآن؟ إزاي أروح الغرفة الخطأ؟ ده محرج جدا، لكن وأخيرا يبدو أن خطتي نجحت في الخطوة الأولى، الآن يجب أن أجد طريقة لإنقاذ شين بسرعة. ويرن فون الغرفة هنا وترد ميس ويقول لها السيد جيانج في انتظارك في الطابق الآخر، ارتدي ما لديك في الخزانة. وتقفل وتقول ذلك الفاسد الكبير يبدو أنه حذر جدا. وفعلا تنزل وتقعد قصاده ويكون بياكل، وتبص عليه وتقول في سرها يجب أن أعترف إنه حقا وسيم جدا. وجيانج يبص عليها ويقول في سره هذه المرأة كيف تجرأت على تقبيلي؟ وتقول له جيانج هل من الممكن اقتراض هاتفك؟ يوجد تطبيق مؤخرا يحتوي على ألعاب وهدايا، سمعت عنه من صديقاتي مؤخرا، يوجد أيضا مستحضرات تجميل وحلوى، هل تعلم؟ أنا حقا أريد الكعك الصغير، لنرى هل سأجده هنا. فيشد جيانج منها الفون ويمشي، وتقول هذا الرجل حتى لا يتكلم، هل يمكنني الوثوق فيه حقا؟ وترجع الأوضة وتقول لن يتم احتجازي، لكني لم تقرأ شين منذ 3 أيام، إذا سلمني هذا الرجل في الآخر إلى يوم، ماذا سيحدث معي بما أنه ليس لديه أي حاجة لإنقاذي حتى؟ فلماذا هو يبقيني هنا؟ وتمسك الفون الأرضي وترن على الرقم منه لكنه مش بيرن، وتقول يمكن فقط الرد منه لكن لا يمكن أن أجري مكالمة. وتطلع وهي متعصبة، فيوقفها الحارس الشخصي ويقول لها لا يمكنك الخروج. فتقول له أنا حقا في عجلة من أمري الآن. فيقول لها لكن لا يمكنك الخروج. فتقول له يجب أن أنقذ أخي، دعني أخرج الآن. فيجي مساعد السيد جيانج ويقول لها أنسة ميس ألم تأخذي زمام المبادرة من الأول لطلب حماية السيد جيانج لك؟ يرجى الالتزام بالاتفاقية الآن. فتقول له لكني ذاهبة لرؤية أخي فقط، أعدك بأنني سأعود بعد أن أطمئن عليه. فيقول لها أنسة ميس السيد جيانج غاضب جدا وطلب مني أن أخبرك أن أخوك شين سيكون بأمان. فتقول له حسنا لماذا قمت بمصادرة هاتفي وحقيبتي؟ أنا أريدهم. فيقول لها أنسة ميس كل متعلقاتك من الممكن أن تدل يو علينا، نحن نستخدم نظام تشويش لمنع يو من وصول مطاردتك، لقد نقلناك هنا ولن نقصر في حمايتك. فتقول في سرها هذا جيانج يراقبني بالفعل، وتبصله وتقول له هل من الممكن ان انا اخرج لبعض الوقت؟ اذا هل تسمح لي هذا؟ فيقول لها لكن هذا لن استطيع ان اخلصك من يو، لقد خاطر السيد الرئيس جيانج مخاطرة كبيرة جدا بالفعل، لا تدع الرئيس يتحمل المزيد من المشاكل الغير ضرورية من فضلك، ورجاء فكري بعد الشيء قبل خروجك. ويسيبها ويمشي. وتتعب ميس ويجي الطبيب ويعالجها ويقول انك محتاجة ترتاحي فترة كويسة الاول، وتقول تمام. وتستغرب ميس وتقول لماذا يفعل جيانج هذا؟ هل هو ايضا من الممكن ان يكون يود ان يستغلني؟ او من الممكن انه لا يثق بكلامي ويحاول التأكد؟ وشوية ويوصل المساعد عند جيانج ويقول ان نتائج الاختبار طلعت، وان الانسة ميس فعلا هي من فصيلة دم نادرة جدا، والدة الانسة ميس واخوها الاصغر شين بالفعل قبل 10 سنين توفوا في حادث، وتم ارسالها هي واخوها منذ فترة طويلة لدار الايتام،
ويقول ان بعد 3 شهور خرج التحليل ده، وان التحليل دوت بيظهر ان هي ابنة السيد يو، وان والدها ايضا وكان اسمهم يو، ويظهر السيد يو وهو بياخد ورقهم. وصاحبة المكان بتقول له سيد يو شكرا ليك جدا على تبني الطفلين دول، ويبان ان هما كانوا خايفين جدا، ولما يقرب منهم تبعد ميس ويقول لها انت فتاة جيدة، ويقول لها هل تريدي ان يبقى اخوك معك لكن خارج الميتم، انا سافعل ذلك لك. وتبص له ميس ويقول هنا جيانج حقا لقد اعتقدت انها تمثل علي دراما بشكل كبير، هل هذا حقا؟ هل تم تبنيهم؟ فيقول المساعد ان ده الامر الغريب في الموضوع، ان في الوقت اللي قبل ده لا يوجد اي ظهور ليو ابوهم الحقيقي. فيقول له استمر في التحقق من هو والد ميس الحقيقي. فيقول له السيد جيانج هل تقصد انهم ممكن يكون يو هو واحد فقط وهو والدهم، ام ان هناك صلة قرابة فقط؟ فيقول له جيانج انا اريد ان اعرف كل ما حدث قبل 10 سنوات. فيقول له حسنا يا سيدي ساعرف لك هذا. ويقول له ارسل راجلين لحماية الاخ شين. ويقول له نعم يا سيدي سافعل. ويمشي جيانج ويسرح جيانج ويفتكر ميس وهي في الحمام، ويقول جهز السيارة حالا سأذهب للمنزل للعشاء. ويستغرب المساعد ويقول يريد السيد العودة مبكرا جدا، يجب أن أخبر السيدة ميس للتجهز له. وفعلا بيرجع جيانج البيت وتكون ميس واقفة مستنياه وتبص عليه ويقول لها ماذا، هل ترغبي في البقاء في غرفتي لفترة طويلة؟ فتقول له لا، أنا أريد أن أقترض هاتفك لقوم بجولة تسوق صغيرة. وتقعد وتاخد الفون فعلا وتقول له جيانج أنت احبسني ولا تعطيني أي إمدادات. فيقول لها جيانج أنت بجانبي لكنك مستمرة في النظر إلى ذلك الهاتف، هل هو أفضل مني يا ترى؟ وتقول له لا، لكني ربحت الآن لا أستطيع أن أعطيك أيضا، انتظر فقط، ابحث أكثر واكتشف إذا كان من المزيد. ويبص ويقول لها جميلة جدا. وتقول له نعم هو ده، كل شيء هنا رخيص جدا. فيقرب منها ياخد الفون. فتقول له أنت لا تريد إعطاء الهاتف حتى سأعود إلى غرفتي، لكنه بيمسكها ويشدها ويقبلها ويقول لها ما أريده لقد عثرت عليه. ويبص لها ويضحك وتضحك هي كمان، ويكملوا تقليب في الفون سوا. وتاني يوم تجهز ميس بتحضر الفطار وتظبط كل حاجة، وتيجي المساعدة وتقول لها أنسة ميس ليس من المناسب أن تقومي أنت بفعل ذلك. فتقول لها لا بأس يا عم، على أي حال أنا أشعر بالملل في المنزل. فتقول لها لا بأس، لكن يجب أن أفعل ذلك أنا. ويرجع جيانج وتشوفه ميس وتقول في سرها لقد عاد ذلك الفسد مرة أخرى، لابد لي من إرضائه، يجب أن أجعله يتكلم بوضوح اليوم. ويبص عليها جيانج ويقول في سره هذه المرأة لديها جانب، أنا منذ وفاة أمي لم أتناول وجبة واحدة في المنزل حتى، لم أتوقع أن تكون هي فعلت ذلك لأجلي. وتروح تقعد جنبه وتلاقيه جايب لها هدية لطيفة وتاخد بالها من السعر بالغلط، وتطلب من الهاتف بتاعه وتبحث عن المتجر وتبدأ تعلمه فيه وتقوله إن هو سهل ورخيص، وإنك تقدر تشتري بالطرق ديت أحسن من الطرق العادية. وتخلص وتقوله سنكون محظوظين الآن، هيا لنذهب لتناول الطعام. وفعلا يقعدوا ياكلوا سوا وتقوله ما رأيك، هل استطعت إرضاء السيد جيانج بطعامي؟ ويقول لها جيانج بشكل غير متوقع تلك الفتاة قامت بطهي طعام لذيذ، ويقول لها بالكاد يبدو حلو. وفجأة يجي المساعد ويقرب منه ويقول له سيد جيانج السيدة ميس طلع لديها عم. وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عاوزين ملخص الجزء الثالث والاخير ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميله فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوه زيكم، بحبكم قوي، شكرا لكم جدا. بس يا حلوين اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.